في آخر أيامه في المغرب كان القائد العظيم موسى بن نصير خلاص فتح بلاد كتير ووصل صوته وسمعته لحد الشام. الناس كلها كانت بتتكلم عنه، عن حكمته وعدله وعن جيشه اللي كان بيحقق انتصارات ورا بعضها. بس كالعادة النجاح بيجيب الحقد. في ناس في البلاط حسدوه وقالوا موسى بقى ليه نفوذ كبير، يمكن يكون خطر على الحكم. بدأت المكائد والوشايات والكلام اللي يتقال في السر، لحد ما وصلت الأوامر من الخليفة موسى يرجع على دمشق فوراً. الخبر وقع عليه زي الصاعقة. هو اللي تعب سنين وفتح بلاد ورفع راية الإسلام، يتكافئ بكده؟ بس رغم كده ما تمردش، جمع جيوشه وساب المغرب والأندلس وراح الشام مطيع للأمر. وفي الطريق الناس كلها كانت بتودعه بالدموع، بيبكوا على القائد اللي غير التاريخ. ولما وصل دخل على الخليفة بكل احترام من غير تكبر ولا غضب، وقال كلمته اللي خلت الكل يسكت: يا أمير المؤمنين، أنا ما فتحتش أرض عشان ملك، أنا فتحتها عشان ربنا. الكلمة دي خلت الكل يعرف إن موسى بن نصير ما كانش بيدور على مجد شخصي، هو كان بيدور على مجد أمة. اتظلم؟ اتخان؟ أيوة، بس التاريخ ما بينساش اللي بيخلص. ولحد النهاردة اسمه باقي، واللي ظلموه اتنسوا